السلام عليكم، عاملين ايه؟ ازيكم يا بنات، يا احلى بنات على اليوتيوب. النهارده هوريكم طريقتي في تنظيف الفراخ من الالف للياء. انا هنا جايبه فرختين صغيرين. انا دايما بجيب يا صغيره يا وسط، ما بجيبش الكبيره دي ابدا، لان بحس انها بينفخوها طبعا حاجات هرمونات وحاجات وبيدوبوا حاجات في الميه اللي بتشربها الفراخ عشان تتخن، حاجات هرمونيه وكده. فانا ما بحبش الصراحه اجيب الكبيره، وبحب اجيب فرخه كامله، ما بحبش اجيب وراك، ولا بحب. وممكن اجيب البانيه لوحده، لكن ما بحبش اجيب الوراك، لان بينقوا اكبر فرخه عشان يطلعوا منها وراك ويطلعوا منها بانيه ويطلعوا منها الجناحات وكده. الفرختين انا هقطعهم وهتبلهم كده تتبيله معينه. كل ده هيجي ان شاء الله في الفيديو. و هفرزهم في الفريزر عشان اسحبهم على طول، عشان انا واحده بشتغل، فانا عايزه الحاجه تبقى جاهزه عندي. فعندي سكينه ومقص، ده اللي هستخدمه في تقطيع الفراخ، سكينه ومقص. هبدا الاول اقطعها الوراك لوحدها، بس هتكسري كده وهتكملي بالمقص. المقص على فكره بيسهل عندي حاجات كتير في المطبخ. الحته دي برضو اللي هي فيها دهنه دي انا بشيلها، ما بحبش الدهون ابدا ابدا بتاعه الفراخ. عندي طبق هنا احط فيه اللي طلعته من الدهون دي اهو. هكسر الورك وهكمل بالمقص اهو كده بقى عندي الوركين. هكمل نفس الكلام، اجيب من هنا من عند الصدر هنا من النص واقطع بالسكين. بسم الله. شايفين الباقي ده كله عظم، ممكن تجيبيها بس بالمقص. يعني الجلد برضو اي جلد زياده ده انا ما بحبوش، هقطعه. ممكن اشيل الجناحات وممكن اسيبها بس هو الراجل مش عارفه اقطعها لي كده ليه، فانا هسيبها. برضو نفس الكلام هنا، حته شايفين الدهنه كده دايما بتبقى عند الرقبه، دهون كده بتبقى عند الرقبه، انا ما بحبهاش، برضو هتخلص منها. بس انا كده قطعتها 4. عايزه تقطعيها يعني ممكن دي تتقطع مره كمان كده اهو من النص وتتقطع، ما فيش مشكله، بس انا هكتفي اقطع 4 لان الفرخه صغيره. الخطوه اللي بعد كده هيبقى غسل الفراخ بالملح والخل. قطعت الفراخ زي ما انتوا شايفين 8 قطع، يعني كل فرخه 4. طريقه غسلها بقى ازاي؟ عندي هنا شويه ملح محترمين، يعني ده اساس اللي انا هغسل بيه. وعندي هنا طبق فيه ميه وهضيف له شويه خل، شويه خل كويسين، مش كتير قوي عشان ما يهريش الفراخ منه. هبدا امسك الملح بتاعي وابدا ادعك اهو. امسك الفرخه وادعك بالملح، واللي ادعكه احطه في الميه بخل. بس هكمل كده لاخر ما اخلص الفراخ خالص. بعد ما خلاص ما شلت الفراخ من الميه بالخل، بعمل انا بقى طريقه كده اتعلمتها من ماما
عشان اطلع كل طعم الزفاره من الفراخ، لان انا صراحه ما بحبش تبقى الفراخ زفره، لما كل مره بحس بالزفاره دي فعلا. هعمل ايه؟ هجيب كميه فلفل اسود كتير زي ما انتم شايفين، وبصل، وهضربه في الكبه. مش هقطعه على ايدي، هضربه لان انا عايزاه يعني مش يتقطع، بس انا عايزاه يتعصر، انا عايزه العصاره بتاعته. دي اللي انا هحط فيها التتبيله دي، فلفل اسود مع البصل. دي التتبيله اللي انا هحطها للفراخ، وهدخله الفريزر، هكيسها في اكياس زي ما انتم شايفين، وادخلها الفريزر. وهتسحبي الكيس على طول، تحطيه وهو مجمد كده، تحطيه في ميه عشان يتسلق. بتلاقي الفراخ ليها طعم، واخده طعم البصل. يعني انت مش محتاجه كمان على فكره تحطي في ميه السلق بصل ولا فلفل اسود، هتحط لها حبهان ورق لورا، وهتاخد غلوتها لغايه ما تستوي، وهتلاقيها واخده طعم البصل مع الفلفل الاسود، طعمها خطير جدا. هضرب دلوقتي البصل بالكبه الصغنونه بتاعتي دي، وهوريكم دلوقتي هكمل ازاي. حطيت البصل وعليه الفلفل الاسود، وهقعد ادعكهم كده مع بعض. شايفين؟ دي زي تخديعه كده اللي انا هحطها على الفراخ، او هدعك بيها الفراخ قبل ما افرزها في الفريزر. بعدين هحضر كيس زي ما انتم شايفين، وادي عندي الفراخ. هاخد قطعه الفرخه والخلطه بتاعتي وهدعك بيها الفرخ. شايفين البصلايه؟ طبعا انا عصراها فهي مليانه عصاره. هدعك بيها الفرخه كده من بره، واحطها في الكيس، واخد صدر تاني اهو. هدعك بيها الفرخه. هتعملي بقى الطريقه دي سواء انت هتشويها هتسلقيها. طعم الفراخ اهو بالطريقه دي. زي ما انت شايفه حطيت اهي في الكيس، واخده طبعا، خدت طبعا من ميه البصل وخدت من الفلفل الاسود. انا بحب الفلفل الاسود جدا. ما بتحبيش الفلفل الاسود حطي اي توابل من عندك، بس الفلفل دايما مرتبط ان هو بيحمي من الزفاره يعني. طبعا لما بيحبش البصل مش هيحب الطريقه دي خالص، يعني رغم ان البصل مفيد جدا. ف زي ما انتم شايفين دي فرخه، هعمل فرخه تانية احطها في كيس عشان تبقى جاهزه للفريزر. الفراخ زي ما انتم شايفين حطيتها في الاكياس بتاعتها. ادي كيس لفرخه بتتاكل على يومين، وادي كيس لفرخه، وحطيت الكبد والقنص لوحدها، وحطيتها في نفس التتبيله، البصل بالفلفل الاسود. جربوها بجد هتعجبكم قوي. هتحسوا بطعم جميل في الفراخ من البصل، وريحه كمان، وانتي بتسلقيها هتشم ريحه جميله. ويا رب تكون طريقتي عجبتكم. ان شاء الله الفيديو الجاي هيتكلم عن البورد ده بتاع التقطيع. خلي بالكم ده البورد ده مخصوص للحوم، يعني انا البورد بتاع الخضار غير ده خالص، نخلي بالنا من الحكايه دي. فهوريكم طريقتي في تنظيفه، لان طبعا بعد ما خلصت قطعت الفراخ والحاجات دي تزفر، واللحمه النيه طبعا مليانه ميكروبات. هنشوف ازاي هنقدر نتخلص من الميكروبات دي في الفيديو الجاي ان شاء الله، انتظروه. وعايزاكم تدعموا قناتي الصغيره باشتراك ولايك وشير، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. مش عايزه اطول عليكم، بس جربوا الطريقه دي ان شاء الله، ان شاء الله يا رب تعجبكم. واكتبوا لي اي تعليقات سواء سلبيه سواء ايجابيه، مش بتفرق معايا يعني. هتقبل اي حاجه بصدر رحب ان شاء الله. ابعتوا لي اي حاجه اكتبوها لي تحت في التعليقات، وانا هقراها كلها وهرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم.